الفصل الخامس ديال كتاب فضلات الخوان واللي تكتب 9 القرون هذه تلقاو واحد الوصفه سميتها عمل المحمص. تيقول الكاتب: يعجن السميد بماء وملح ويفتل بالأصابع مدورا على مثل حب فلفل ويجفف في الشمس. وهذه هي الوصفة الأصلية ديال المعجنات اللي شفناها قبل واللي كتسمى الإطرية، اللي تيقول عليها ابن حلسون طبيب أندلسي عاش في القرن 13. تيقول في كتاب الأغذية على الإطرية: أفضلها الرقيق الفتل المتخذة من السميد، يعني المحمصة، وهي تطبخ بالأوداد. والوداك هو واحد النوع من الليدام بحال ديال الخليع. اش بان لكم شي شهيوه بالمحمصه؟ نديروا لحمه الخليع في الكاميله، الله اعلم الا كثرت. البصله محكوكه، ممكن ديروا طريفه اللحم او الدجاج في بلاصه الخليع. نزيدوا ثومه محكوكه، التحميره، البزار، الخرقوم، سكنجبير، نزيدوا المحمصه، نمرقوا، وملي تغلى نغطيو الكاميله. ملي تقرب الطيب نزيدوا مركز مطيشه، القزبور والمعدنوس، وإلا بغيتو زيدوا شي مزيوده حاره وزيدوها شويه الطياب. كيف قلنا قبل، البلد المعروف بلي بات هو الطاليان، والمحمصه في الطاليان كيسميوها فريغولا، والمنطقه اللي معروفه بها هي ساردينيا، وتيطيبوها بزاف مع لي شامبينيون. في المقله نديرو زويته العود، زبيده، البصله مشلوضه، شويه الثومه محكوكه، شويه الكالامار وشويه لي شامبينيون. واش فراسكم الفطر او لي شامبينيون ماشي نبات؟ في عالم الكائنات الحيه كنسميوهم لي ميسات، ومن بين انواع لي شامبينيون كاينه لا تروف واللي تنسميوها حنا ترفاس. والاسم ديال لا تروف بالعربيه الفصحى هو الكمأة، وكاينه في بزاف الوصفات في كتاب فضلات الخوان، وتلقاو حتى سميت ترفاس في الكتاب. ملي يطيب الكالامار والشامبينيون نزيدو شويه الكروفيت، نزيدو المعدنوس، البزار والملحه. من بعد ما نسلقوا المحمصه في الماء والملحه نزيدو لا كريم فريش على لاصوص، نخليوها تغلى شويه ونزيدو فوقها المحمصه. حكايتنا سلات وشهيوتنا وجداد.